And now, the festival president, journalist, Mr. Safwat Yusuf. مساء الخير. طبعا انا مش بحب ان انا احضر ومش بحب اتكلم من ورق، بحب اتكلم بتلقائيه وببساطه، لان احنا في الاخر بنتعامل مع جاليات عربيه وجاليه مصريه وناس محبه لينا واحنا بنحبهم، فبنعمل مع بعض كروح الاسره الواحده. الفن المصري هو الفن الرائد في المنطقه العربيه، والفنانين المصريين هم المدرسه الاولى في التعليم وفي الفكر وفي الثقافه اللي بتتنشر في الوطن العربي بشكل عام. المدرسة الأم هي مصر، هي قبلة كل الناس اللي جوها عشان يقدروا يتعلموا فن وثقافة من حضارتنا من تاريخنا إلى آخره. المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون اللي تأسس العام الماضي كانت الدورة الأولى، وكانت بداية صعبة، كان وقت كورونا وأزمات كتيرة جدا كانت موجودة وكانت بتفرض نفسها، ولكن عبرنا الدورة الأولى ودخلنا في استعدادات الدورة الثانية. كان عندنا شوية أهداف عايزين نركز عليها. كيف نصنع تأثير إيجابي في أي مجتمع إحنا نعيش فيه؟ صناعة التأثير. وصناعة التأثير إنك أنت تعكس الثقافة المصرية، تعكس الهوية العربية، تحافظ على التراث، الهوية والتاريخ والثوابت. وأهم نقطة عشان نقدر نوصل لها، مين اللي بيقدر يأثر ويؤصل ويشجع وينسج مشاعر ووجدان الشعب؟ الفنانين. الفنان هو اللي بيتفرج عليه الملايين بما يقدمه من أعمال يستطيع أن يغير، ويستطيع أن يكون قدوة ومثل وقيمة، يقدر أن هو يغير كثير من السلوكيات، يقدر يفرض مبدأ السلام والمحبة والقيم والثوابت اللي احنا بنسعى إليها. الدورة الثانية في المهرجان المصري الأمريكي شاركت فيها 22 دولة ب 350 فيلم. استحدثنا في هذه الدورة قسمين جداد للأفلام عشان ندي فرصة. احنا بنقول إن الشباب هو المستقبل، ففي كثير من مشاريع الطلبة بتبقى جيدة جدا وممتازة، خريج إعلام، معاهد سينما إلى آخره، ولا تجد أعمالهم طريقة للنشر أو للبث أو حتى لتشجيعهم ودعمهم. قد يخرج من هذه الأعمال عاطف طيب آخر، محمد خان آخر، صلاح أبو سيف آخر وآخرون. فبالتالي كان عندنا مبدأ تشجيع الشباب في هذا الأمر. رقم 2، لازم أن ننفتح على الثقافات المختلفة. وعندما وسعنا القاعدة عملنا سينما الموبايل. احنا عارفين ان الاستحداثات الجديدة ان كل حد معاه موبايل. قد يكون واحد موهوب بس ما عندوش الإمكانية انه يعمل فيلم او يجيب كاميرات او يصور فيلم، فبالتالي بقى بيستغل الموبايل ان هو يقدم أفلام قصيرة جدا، والأفلام دي بتشارك في مهرجانات دولية وكبيرة. السنة دي احنا وصل لنا 350 فيلم موزعة على 5 مسابقات الرسمية. كان لازم نفكر كمان نقدر نعمل ايه الجديد في المهرجان. وجود النجوم، نجم كبير جدا بيعتبر احنا اطلقنا عليه عميد السينما المصرية. هو هذا اللقب عميد السينما المصرية انا شايفه كمان قليل عليه. عميد الدراما العربية، فارس الدراما العربية، لما قدمه من أعمال قيمية أخلاقية إنسانية تشبعنا بيها. هو احنا واحنا صغيرين هو كان كبير جوانا وبيكبر جوانا، ولغاية دلوقتي هو القيمة العظيمة جدا، الفنان الكبير. وهذه الدورة التي تحمل اسمه الفنان الكبير يحيى الفخراني. يحيى الفخراني عايش جوه كل بيت. ده مش عايش جوه كل بيت، هو عايش جوه كل قلب مصري عربي، عايش جوه الإنسانية بملامحه البريئة، بمشاعره الفياضة، بمحبته. أنا أعتقد أن الفنان الكبير دكتور يحيى الفخراني ما بيعرفش يكشر، ودي حقيقة، ما بيعرفش يكشر. هي الابتسامة منحوتة فيه، يعني جزء من تاريخنا، جزء من حضارتنا. أو ما بنشوف تاريخنا نقدر نتأمل في ملامح الفنان الكبير يحيى الفخراني وانعكاس لحضارتنا.
أول ما جينا اخترنا لجنة التحكيم، طبعا أنا بقدم رسالة حب ومحبة كبيرة جدا لمخرجي الكبير والعظيم، المخرج الكبير علي بدرخان، اللي أنا بكن له كل احترام وتقدير، والذي تأسس المهرجان على إيده فعلا لما يملكه من روح جميلة جدا، وإدانا قوة دفعية غير عادية. عندما رأس لجنة التحكيم في الدورة الأولى كان في تقليد إن احنا أول ما بيجي رئيس لجنة التحكيم بننقله إلى أنه يبقى رئيس الشرفي للدورة الثانية، وبالتالي شاءت الأقدار اللي احنا نتعرف على مخرج عظيم جدا، مدرسة في الإخراج، الوحيد تقريبا على ما أتذكر من الجيل المعاصر أنه عمل فيلمين، فيلم أيوب، فيلم الأراجوز، للفنان الكبير عمر الشريف، المخرج الكبير هاني لاشين. احنا بنقول دايما على الست المصرية ست جدعة والست العربية ست جدعة، بس انا من خلال تعاملي وتعايشي ما شفتش اجدع اللي هي الست ب100 مليون راجل زي ما احنا بنقول، الفنانة اللي هي الفنانة الإنسانة اللي بترد غيبة الحاضر وتجيب حق الغايب، الفنانة الجميلة إلهام شاهين. أول ما جينا حددنا الهيكل الخاص بالمهرجان، احنا ثبتنا قواعد ان المهرجان يجب ان ينطلق ويجب ان يحقق نجاحات كبيره جدا، ويحصل اندماج قوي جدا ما بين الجاليات العربيه، تتوحد ويحصل تبادل افكار، بيحدث نوع من التواصل عشان نعكس القيم اللي احنا عايزين نعملها المهرجان. هو ايه الفرق ما بين مهرجان ومهرجان؟ الفرق حاجه واحده، قيمة الفكر اللي بيقدمه المهرجان، مش الأدوات اللي بتستخدم في المهرجان. ما ممكن أي حد يعمل مهرجان، أي مكان، أي جهة، أي منظمة، أي هيئة، ولكن إيه اللي أنت عايزه من المهرجان؟ هل عايز مظهر اجتماعي، عايز وضع اجتماعي، عايز شو، عايز تحقق مكاسب خاصة إلى آخره؟ إحنا مع الأهداف والاتجاهات التي تدعم الأوطان، تدعم قيمنا، تدعم أخلاقياتنا، تدعم الحرية الإبداع والفكر، وتتصدى لكل جوانب التطرف والفساد والإفساد اللي احنا بحملة بتبقى حملات مغرضة أو أجندات خاصة إلى آخره لإفساد المجتمعات والشعوب. وبالتالي أنا بقدر فنانين العظام الكبار اللي هم أسعدونا طول عمرهم، واستضافتنا ليهم في هذا المهرجان احنا مش بنقول لهم غير كلمة بسيطة جدا، كلمة شكرا. وكلمة شكرا دي أسهل حاجة ممكن نقدمها، مش بنعمل حاجة إضافة، هم يستحقوا كل تقدير وكل احترام. أتمنى دايما إن احنا كلنا بالحضور الكريم نكون كلنا شركاء في مسؤولية واحدة، وشركاء في أهداف واحدة، وشركاء في إعلان القيمة الواحدة، وشركاء أيضا في دعم كل قيم تقدر تنهض بمجتمعاتنا. أشكركم جدا وآسف للإطالة، وأنا سعيد جدا بالتواجد في هذا الاحتفال. شكرا.